جاي لكم النهارده فيديو جديد. كل سنه وانتم طيبين. العيد على الابواب. هنعمل النهارده ممبار العيد بس بطريقه تانية مختلفه خالص وبطريقه جديده، من غير استهلاك مواعين ومن غير تحمير ومن غير زيت ومن غير اي حاجه خالص. طريقه كده جميله، وبيبقى الممبار فيها جوسي وحلو وطري لانه بيحتفظ بالدهون بتاعته فبيدانه جوسي. واللي حابب ان هو يحمره عادي ممكن تاخديه من الصينيه وتحمري، انما اللي حابب ان هو ياكله كده ياكله. انا كده مسويه في الفرن، في الصاج في الفرن، من غير بقى لا شوايه ولا اي حاجه، يا دوب هي مروحه الفرن فطالع معايا بالجمال ده ومستوي وجميل وفي منتهى الجمال. اللي جماعه ما بيحبوش الممبار بتاع الفران اوريكم دلوقتي. شايفينه عامل ازاي من جوه، وعشان بس سخن الطريقه بتاعته جميله وتحفه، والقرفه عامله فيه ريحه في منتهى الروعه. كل سنه وانتم طيبين، يا رب الطريقه اما تشوفوها تعجبكم. اوريكم كمان، شايفين الجمال؟ يا رب الطريقه النهارده تعجبكم. وان عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناه. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي. معايا يا حبايبي ده حوالي كيلو ممبار، جايباه من عند الجزار ومنضفاه بالطريقه دي، ونقعاه بدقيق وليمون وملح. ولو سمحتوا محدش يحط خل في الممبار، مش حلو للممبار الخل، هو ملح وليمون ودقيق. انا سايبه دي طويله كده، والباقي قطعته بقى بالطريقه دي. شايفين ما شاء الله فله فله. ومعايا خضره خرطاه، معايا بصل تخريط ناعم، معايا زيت، وده حوالي كيلو رز برضو. وصلصه دي اللي انا عاملاها في البيت، دي انا اللي عاملاها هنا في البيت. شايفين جمالها ولونها احمر وجميل ازاي، من غير بنجر من غير اي حاجه خالص. ومعايا طماطم مكعبات، ومعايا بقى البهارات بتاعتي، ملح وكمون وفلفل اسمر وبابريكا والسبع بهارات والقرفه. القرفه دي بتدي تطعيمه جميله جدا في الممبار. ومعايا ده فلفل حار مقطعه تقطيع صغير كده، ومعاه فص ثوم. جربوا الفص ثوم هيعجبكم. والخضره بالمناسبه زي ما تحبيها كزبره خالص تنوعيها بقى، كزبره وشبت وبقدونس. انا حاطه كزبره وشبت وبقدونس زي ما تحبي يعني، حسب اختيارك في الخضره. ودي بقى بصل وطماطم زي ما قلنا في اول الفيديو ان انا مش هسلقه ولا هحمر، انا هعمل كله في صينيه واحده في الفرن زي ما قلت لكم في اول الفيديو. مش هنستخدم حلل، مش هنستخدم زيت للقليه، كله في صينيه واحده وفي الفرن. تاكلي احلى ممبار وبيبقى طعم جدا. هشيل ده يا حبايبي، مش هنرصه دلوقتي، ده هنرصه في الاخر خالص لما نيجي نرصه. احط عندي بقى هنا البصل تقطيع صغير كده، والفلفل الحار بالطريقه دي، ومعاه التوابل، الملح والكزبره والكمون والبابريكا. حطوا سنه قرفه هتعجبكم قوي في الممبار بصراحه. والفلفل الحار دوت هيدي طعم حلو مع القرفه. دعكم بقى كده كويس ما شاء الله. اول ما دعكت الريحه طلعت على مناخيري ما شاء الله في منتهى الجمال. عايزه تحطي بيسكوت كتير حطي، بس انا مستكفيه بالقرفه ما شاء الله جميله، ريحتها حلوه، الريحه تحفه بصراحه. ومعايا معلقه هريسه حمرا هنا. انزل بقى بالطماطم المكعبات، مش عايزه احس ان انا باكل محشي، عايزه كده الخضار يبقى باين فيه طعمه كده وانا باكل. انزل بالرز، انزل بالخضره معايا هنا، انا بحب الخضره كتير. معلقتين الصلصه، انزل بالزيت. عايزه تحطي سمنه حطي اللي يريحك، بس انا بحس ان الزيت بيخلي الرزايه من جوه مفلفله اكتر. والف بقى كده، شايفين ما شاء الله الجمال صراحه، الريحه تحفه. انا هنا حاسه ان هي محتاجه معلقتين صلصه كمان هحطهم لها.
وادوق الحدق واشوف هو محتاج ملح، بس انا هنا حاسه ان هي محتاجه صلصه. هجيب معلقتين صلصه كمان. انا كده حطيت صلصه، الملح بتاعه جميل مش محتاج. وخضرته حلوه مش محتاج خضره برضو تاني. شايفين الجمال؟ تحفه، الريحه جميله. انا هنا بقى مش هبادل الرز كله، اشيل شويه منه، اشيل شويه رز كده في طبق نضيف بحيث ان احنا منبهدلش الرز كله معانا. لما نعوز نبقى ننزل ونخلي ده يبقى نضيف على جنب. كده الممبار معايا نقلبها على جوه، يعني ده اللي جوه فيه يعني دهن بسيط. انا بحب احشي على الدهن اللي جوه دوت، بس انا بقى ايه بحشي بالطريقه دي كده. ما نملهوش قوي عشان ما يفرقعش مننا، لازم يبقى الحشو بتاعه بسيط. وكمان بالعربي كده وبالعاميه بتاعتنا ما يبقاش مكتوم، يبقى مليان رز كده ومكتوم. احنا عايزينه كده الرزايه تستوي جوه وتبقى مريحه وبراحتها، انما ما تدقوش قوي. شايفين كده؟ الطريقه دي تحشي بقى كميه كبيره من الممبار. الطريقه دي في ثواني. انا عايزه كده، شايفينه عامل ازاي؟ انا عايزه بالطريقه دي، مش عايزه اكتمه. الطريقه دي الطريقه دي حبايبي سهله وحلوه، متاخدش معانا وقت لا في التسويه ولا في العمايل. جهزي حاجتك كده كلها جنبك زي ما انا كنت مجهزه، تقومي تبصي تلاقي الحاجه ما خدتش وقت معاكي في ثواني، وكوني عملت لهم احلى صينيه منبار العيد بقى. كل سنه وانتم طيبين. شايفين الحجم بتاعه؟ انا عايزاه كده كده، ما تكتمهوش، افرديه كده يقوم يطلع معايا مفلفل وحلو ورزته حلوه. هكمل الباقي بقى وارجع لكم. ادي المنبار بعد ما حشيناه يا حبايبي بالطريقه دي، وادي الصينيه اللي هنرص فيها. الصينيه اللي هنرص فيها انزل بقى بالطماطم والبصل حلقات كده او جوليان زي ما تقطعي يعني، افرشه كده. فرشت كده الارضيه معايا. مش معنى بقى ان انا مقطعه كده ان انا مش هعرف الفه حلزوني، لا هلفه حلزوني في الصينيه. حطيتها كده في النص كده، واكمل بقى بالطريقه دي. وحاولي تزنقي، لانه هو اول ما بينزل عليه الميه السخنه بيكش وحجمه بيصغر معانا. بالطريقه دي كده كده بالمنظر ده. بسم الله الرحمن الرحيم. تاكلي احلى صينيه منبار، تبقى جوسي كده وطريه وحلوه، يحتفظ بالعصاره بتاعته عن ما بيتسلق وبيتحمر. مش معنى كده ان اللي بيتسلق وبيتحمر مش حلو، لا حلو، بس انا من ساعه ما جربت الوصفه دي وانا حابه الطريقه دي بصراحه. كمان ما بيدوش معانا مواعين كتير. الطريقه دي حبايبي زنقي على قد ما تقدري. ده بقى كان حجمه كبير معايا، اجيبه بقى كده بالطريقه دي
حطي هنا كده زي ما تقلقيش هيكش وهيدخل كله في بعضه. شايفين ما شاء الله الصينيه خدت معايا كيلو وبطاطين كده. شايفين ما شاء الله كده بقى معايا دي معلقتين طماطم وحطيت عليهم شعرة فلفل اسمر. هنزل بقى عليهم بالميه المغليه. لازم الميه تبقى مغليه، ما ينفعش تسقي الممبار بميه بارده. هستكفى بتون. هات كوبايتين شاي كده. لازم الميه تبقى مغليه يا حبايبي. شايفين كفايه معايا الميه دي. نزلها بس في جناب الصينيه وغطي بقى بالورق الفويل. عندك ورق زبده حطيه تحت الورق الفويل، ما عندكيش حطي الورق الفويل الظهر ده لفوق، انما دي لمعه. شايفين دي لتحت عشان ما يعملش على الاكل، عشان ما الحته المطيه نخليها لفوق واللمعه نخليها تحت. ادخله الفرن بقى واحطه في الارضيه بس 5 دقايق عشان يغلي مع بعض، وارفعه على الرف الوسطاني. سيبيه قد ايه 3/4 ساعه كده. انا هدخله الفرن بقى وما يستوي ارجع لكم بيه تاني. ادي الممبار وطلع معانا. هحطهولكوا في طبق التقديم بالطريقه دي. مش عايزه اقول لكم ريحته في منتهى الجمال، تحفه وطعمه والله جميل جدا. والطريقه دي حلوه متستهلكيش مواعين كتير. طعمه تحفه 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 وريحه في منتهى الجمال. ادي حبايبي ممبار اللي عملنا في الفرن. يا رب يعجبكم وبألف هنا وشفا. يا رب النهارده الفيديو يعجبكم. متنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناه.